السلام عليكم. اهلا بيكم دفعة 2024. انا رنا خالد. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن الاحياء. هنتكلم عن الاحياء، ازاي كنت بذاكرها، ازاي قدرت احل كم كبير من الاسئله واجمع افكار، ازاي كنت بنظم وقتي، من المدرسين اللي كنت بتابعهم، واسئله كتير من دي. بس اهم حاجه كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تستفادوا. يلا بينا. الاحياء ماده سهله وجميله، واظن ان هي مش بتمثل مشاكل مع حد، بس لو هتمثل مشاكل مع حد حاولوا تبعدوا اي افكار سلبيه زي ما قلنا قبل كده، عشان نعرف نطبق الافكار ونعرف نذاكرها ونعرف نجمع معلومات كبيره جدا. اول نقطه، ازاي كنت بذاكر او طريقه مذاكرتي. كالعاده انا خلاص سمعت الدرس من المدرس تمام وفهمت وركزت كويس جدا، لان لازم افهم كل نقطه كل نقطه، لان الاحياء بيسال انت فهمت ايه وازاي قدرت استخرجت المعلومه، مش ازاي انت حافظها، ازاي فهمتها وازاي تعرف تطبق عنها. فلازم كنت افهم كل نقطة بتتقال. روحت البيت وذاكرت كويس جدا. الاحياء عبارة عن كلام، هتلاقوا كلام كتير جدا، فلازم تركزوا كويس جدا قوي وتقروا كل نقطة وما تسيبوش اي حاجة، لان الامتحان في الاحياء بيجي بين السطور، بين الحاجات اللي بين السطور، الحاجات اللي احنا مش مهتمين بيها، غير الكيمياء والفيزياء كمان، لا يعني بين السطور وبين السطور فعلا. فلازم تركزوا كويس جدا في كل كلمة. طيب وبعد لما انتوا بقى فهمتوها، فانتوا نفسكم هتلاقوا نفسكم حافظينها، اللي هو احنا زي ما اتفقنا قبل كده ازاي بنقدر نعبر عنها. يبقى لازم تحفظوا الاحياء. طيب انا ليه بقول لكم احفظوها بعد لما تفهموها؟ لان في امتحان اخر السنه الوقت مش هيساعدكم ان انتوا كل شويه تفتحوا كتاب المفاهيم وتدوروا على المعلومه اللي انتوا عايزينها، مش كل شويه، فوقت الامتحان مش هيكفيكم. فلازم تحفظوا بعد لما تفهموا. لو انا مش فاهمه نقطه كنت بسال المدرسه اللي انا باخد معاها في السنتر، ولو ما كانش في وقت كنت بدور على اليوتيوب، كنت بسمع من اليوتيوب. انا كنت بسمع دكتور احمد الجوهري. دكتور احمد الجوهري كان جميل جدا، فان هو كان شرحه مبسط، وكان بيقول كل كلمه في المنهج، وغير ان هو دكتور هو ما كانش بيطلع بره حدود المنهج. فلا دكتور احمد الجوهري انا كنت بتابع معاه وكويس جدا. فانا انصحكم ان تسمعوا. وبرده في مدرسين جدا جدا، انا كنت هسيب لكم لينك الفيديو افضل المدرسين اللي كنت معاهم في الديسكريبشن. تمام، احنا ذاكرنا كويس، نيجي لطريقه الحل. بالنسبه للحل فلازم احياء زي ما انا قلت تبقى فاهم كويس عشان تعرف تحل. بالنسبه لاسئله الحياء فهي بتيجي مستواها عالي شويه جدا جدا، بتحتاج منك تفكير. فلازم عشان تعرف تحل اسئله الاحياء تبقى فاهم دماغ المؤلف، تبقى فاهم المدرس او المؤلف اللي كاتب السؤال دوت محتاج منك ازاي تجاوب. طيب انا هفهم دماغ المؤلف ازاي؟ هتفهم بقدره الحل، تحل اسئله احياء كتير جدا، حل كتير قوي عشان تعرفوا تفهموا هو هيحتاج منكم ايه. لان زي ما اتفقنا كده، او هتلاقوا في الثلاث سنين اللي قبل كده امتحان الاحياء هتلاقوا ان المدرسين بيختلفوا عن الاجابات، كل مدرس بيقول اجابه مختلفه. بالنسبه للكتب اللي حلتها فهو كتاب الامتحان انا كنت معتمده في الاحياء كتاب اساسي جدا، كنت معتمده عليه، وكمان كنت بحل معاه كتاب النفيس. بس زي ما أنا قلت قبل كده الكتب الخارجيه بالنسبه للاحياء فهتلاقوا ان كلها شبه بعضها غير كتاب الامتحان، كلهم زي بعضهم. فحاولوا تختاروا اللي انتوا هترتاحوا معاه، اعملوا ريفيو من على الكتب ان انتوا ازاي بقى تحلوا. انتوا مثلا جزء معين على الدرس الاول في الاحياء من كذا كتاب انتوا محتارين بينهم، واختاروا الكتاب اللي انتوا محتاجينه. بالنسبه للكشكول بتاعنا بتاع كل ماده، انتوا دلوقتي انتوا بتحلوا الاسئله، فالافكار زي ما اتفقنا والاسئله الكويسه اللي احنا ممكن نعتقد ان هي اسئله الامتحان نكتبها، واي افكار انتوا مجمعينها قبل كده اكتبوها. يعني انا افتكر عليه ان دكتور احمد جوهري كان بيقول لنا افكار، انا كنت بكتبها، وافكار انا كنت مجمعاها كنت بكتبها، فكانت فادتني جدا في امتحان اخر السنه. فحاولوا ما تضيعوش الكشكول ده من ايديكم. يعني انا كل فيديو بقول لكم الكشكول، فالكشكول دوت حاولوا ما تسيبوهوش خالص. كتيب المفاهيم، بالنسبه لكتيب المفاهيم في الاحياء فانتوا هتلاقوا معلومات كتيره جدا، يعني تقريبا كتاب المفاهيم شبيه بكتاب المدرسه، هتقدروا تحلوا نسبه كبيره من كتيب المفاهيم في الامتحان. بس هل الوقت يسعنا ان احنا كل شويه نفتح كتيب المفاهيم ونحل؟ خالص. طب هل السؤال بيجي في الامتحان مباشر ان انا اقدر استخدم كتاب المفاهيم؟ فلا. هو كتاب المفاهيم فيه المعلومه مباشره، بس السؤال هو مش محتاج منك المعلومه مباشره، فانت لازم تبقى حافظ عشان تعرف تحدد السؤال في الامتحان محتاج منك ايه عشان تعرف تحل، عشان تعرف السؤال اللي هو سألهولك ده في انهي جزئيه من المنهج لازم تبقى حافظ. فكتيب المفاهيم حاولوا ما تعتمدوش عليه في الاحياء الا وقت الحاجه، فلازم تفهموا وتحفظوا كويس جدا جدا. نقطة أخيرة هتكلم عنها بالنسبة لحل أسئلة الأحياء. وانتوا بتحلوا أسئلة الأحياء هتواجهكم مشكلة في الحل، لما تيجي تحلوا هتحلوا أسئلة كتير جدا غلط، أو يعني بنسبة كبيرة جدا من الأسئلة هتحلوها غلط. هي المشكلة هتبقى في طريقة المذاكرة، فلازم تحسنوها. بالنسبة للحل لازم تفهموا السؤال. تالت حاجة حلوا كتير. رابع حاجة افهموا دماغ المؤلف وما تيأسوش.
وما تيأسوش إن أنتم بتذاكروا والأسئلة بتيجي معاكم غلط، حاولوا تاني وتالت ورابع هتعرفوا تحلوا، لأن المشكلة هي الفكرة هتيجي بالحل الكتير والمعلومات هتثبت بالحل الكتير، فحاولوا تحلوا كتير عشان الأحياء تثبت معاكم، افهموا وحلوا والحل هيثبت لكم المعلومة. كده أحب أقول لكم إن أنا وصلت لنهاية الفيديو، لو حد عنده أي أسئلة يكتبها في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.